سيدات الأعمال خلف الجيش خلف المقاومة. سيدات الأعمال خلف الجيش خلف المقاومة. جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. شعب واحد جيش واحد. شعب واحد جيش واحد. جيش واحد شعب واحد. تعريض كبنا لك صغري تديك شبان والتطعريض ينكر ابنك بصغري تديك شبان والتطعريض كبنا لك صغري تديك شبان والتطعريض يتحمر عيني وفراسه صيد الحرب والتراسه يتحمر عيني وفراسه صيد الحرب والتراسه لحم ومروه بلوك وحاجه ومالك وفي شين وسهل. سيدات الأعمال والله أنا من أول يوم تم إعلان التعبئة والاستنفار أخواتنا ديل بلغوا طوال المقاومة الشعبية يعني قبل ما نناديهم، وكنتنا مهدي من القضارب كانت متواصلة معايا يعني من إذاعة القرار الأول هي كانت متواصلة معانا يعني، والحمد لله يعني لحد الآن الناس شغالين بروح واحدة. هم كانوا طوال أضفناهم للجنة العليا وتواصلوا معنا، والآن في الطوافات وفي الشغل بتاع المقاومة كلهم باعتبارهم هم في اللجنة العليا يعني منصهرين تماما معنا في بوتقة واحدة، وكل الهدف حقنا الهدف واحد اللي هو نصرة ان احنا نجيب سند ودعم وعضد للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقوات المساندة لها. فأنا بتمنى إنه كل المرأة في الولاية يعني حتى أخواتنا في المجلس الآن حضور بيننا أختنا جوليا وأختنا عزيزة، فنتمنى إنه هو ذاتهم ينضموا لنا ويتواصلوا معنا لأنه نحن في حوجة حقيقية لكل الواجهات بتاعة المرأة أيا كانت يعني. ونحن زي ما بقول أخونا سعادة الطريفي إنه مبنانا ده فاتح لأي زول إلا من أبى. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد والخلود لشهداء الوطن، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. أنا نفيسة حامد عيسى، رئيسة سيدات الأعمال بولاية الجزيرة. اليوم جينا للوقفة مع أخواننا المستنفرين في المقاومة بولاية الجزيرة. حقيقة أخواتنا سيدات الأعمال جمعوا كثير من الأشياء اللي محتاجها أخونا المستنفر، فالشنطة كانت مكتملة من الأشياء اللي محتاجها المستنفر كله. وحقيقة نحن أخواننا في المقاومة نشكرهم جزيل الشكر لأنهم هم أول ما جينا الولاية كانوا لنا السند والعضد. أول مبادرة قاموا لنا بها كسيدات أعمال دورة تدريبية كانت كبيرة ضمت 85 دارسة، ويعني كانت دورة ناجحة شديد. وفي توزيع الشهادات كان بحضور أخونا أمين عام الحكومة البيلي، وأخونا اللواء الطريفي، وأخونا الولاية، وأخونا هشام محلية مدن الكبرى المقاومة، وأخونا معتمد المحلية. وحقيقة يعني رفعنا لهم بعض التوصيات وقالوا ما في أي مشكلة، أي توصية أنتم رفعتوها نحن يعني إن شاء الله تلقونا للأمام. والآن هسه حتى لو لما جينا وسلمنا نحن أشياءنا بتاعت المستنفر، أخونا عبد الله الطريفي اللواء برضه قال لا زلت أنا معاكم وفي خطكم، وأي حاجة أنتم محتاجين لها لقدام أنا معاكم. والآن نحن على صدد إنه عندنا بازار وشرحنا له الفكرة وقال ما عنده أي مشكلة معانا، حيسندنا ويكون معانا سند وعضد، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع ويوفق كل الأخوات إلغاما على أمر شنطة المستنفر في سيدات الأعمال. سيدات الأعمال خلف الجيش خلف المقاومة. سيدات الأعمال خلف الجيش خلف المقاومة. سيدات الأعمال خلف الجيش خلف المقاومة. جيش واحد شعب واحد. جيش واحد شعب واحد. شعب واحد جيش واحد. شعب واحد جيش واحد. جيش واحد شعب واحد. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ زهور قسم ظفر الله نائب رئيس جمعية سيدات الأعمال ولاية الجزيرة. نحن نشكر المقاومة الشعبية وهي دايما سند للمرأة وسند للشعب، ونتمنى يعني إنه ربنا يرد البلاد ويصلح حالها
والبلد تكون يعني حرة مستقلة إن شاء الله. يعني نحن ما نجيب إن شاء الله، حنكون سند وعضد للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس مدني رانيا عبد الرحيم، الأمين العام لجمعية سيدات الأعمال ولاية الجزيرة. جمعية سيدات الأعمال بتهدف لتنمية وتطوير المرأة في ولاية الجزيرة ودفع عجلة الإنتاج والتنمية ودرء آثار ما بعد الحرب، وإن شاء الله بالتطوير والتدريب حنعمل تنمية في كل المجالات بتخص المرأة، نجعلها مرأة منتجة تعتمد على ذاتها وتعتمد على نفسها وتكون عون لما حولها وتكون عون للمجتمع، وإن شاء الله يكون لنا يعني دور في دفع عجلة التنمية والاقتصاد في ولاية الجزيرة. بنشكر المقاومة الشعبية وعلى رأسها اللواء الطريفي لأنه احتووا الدورة التدريبية من بداية عمل سيدات الأعمال، والآن مسانديننا واقفين خلفنا، وإن شاء الله نحن حندعم بإذن الله في الفترة المقبلة الجيش والمقاومة الشعبية عشان يكون عضد، وإن شاء الله نكون عضد وسند لهم في كل شيء، وإن شاء الله حنكون يعني معاهم وخلفهم لآخر ينجويدي يطلع من البلد ليعم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. شكرا لكم. شكري وتقديري لكل سيدات الأعمال ولكل الحادبين على هذه المقاومة الشعبية، وأنا أقول لكم كلام نهائي، إنه المقاومة الشعبية ده بيتكم فاتح 24 ساعة. ورسالتي لكم الأولى لتشجيع الشباب على الاستنفار وعلى الجهاد. الحاجة الثانية، انتوا كسيدات أعمال وكربات منازل في تشجعوا الناس على الالتفاف حول القوات المسلحة والمقاومة الشعبية. الحاجة الثانية مساعدة لإخواتنا وجينا ذكرونا في البيئة. يا جماعة، نظافة الشارع ونظافة البيت هي بتدل على إنه نظافتنا نحن من جوا. شاكرين ومقدرين على هذه الوقفة، وزي ما قلت لكم كل ما تجوا هنا نحن معنوياتنا تكون فوق والله. ودي رسالة نحن بنبثها، كلام قعدتكم دي والشيء اللي قاعدين تقدموه قاعدين نطرحه في وسائل الإعلام المختلفة، وأبنائكم المستنفرين في الخطوط الأمنية الآن بيعرفوا إنكم انتم شنو موجودين في المقاومة الشعبية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، ونسأل الله ربنا يتقبل منكم. شكرا. سيد السيادة والزعامة دولة قايمة باحترامها، سيد السيادة والزعامة دولة قايمة باحترامها. شكري ليوم القيامة وهيبة بالثوب والعمامة، كبنا لك بزغري تديك الشبال والتطعمين. خمجة المزبيرة قبتك علي سيفك فوق نخرتك، خمجة المزبيرة قبتك علي سيفك فوق نخرتك. أبهر العقبة وروحه والمطهم يجي في حسرك، أكب أنا لك بزغري تديك الشبال والتطعمين.